تعالي بقى كده ايه نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يلا بقى صلي على النبي كده وتعالي نخش كده برجلك اليمين ونشوف بقى شقة عروستنا الحلوة، جمالها وشياكتها وبسطتها وحاجات بقى. بصي يعني حاجات سيمبل خالص والله وكانت قرفتها زي العسل وكانت قرفتها زي السكر. اتفرشت على طول، اتفرشت تقريبا في يوم وكانت حاجتها زي العسل. ادعوا لها كده بقى يا بنات ايه بالذريه الصالحه كده، اللهم امين، وربنا يهدي سرها هي وكل البنات يا رب. وتعالي بقى ايه نشوف شقه احلى عروسه. تعالي بقى كده ايه نخش كده برجلك اليمين. كل حاجه ما شاء الله زي الفل، الستاير والسجاد وكل حاجه. احنا طبعا قبل شيل الحاجه بيوم كنا مظبطين الشقه ان احنا ايه الازاز في كرتونه والهدوم الصيفي في كرتونه والهدوم الشتوي في كرتونه او في شنطه زي ما انت عايزه، كل حاجه في شنطتها. عشان كده فرشنا على طول، ما خدناش حاجه الصراحه لان كنا منظمين قبل شيل الحاجه. احنا عندنا يا بنات بنعمل شيل حاجه اللي هو بيبقى يوم كده الحاجات بتتلم بقى كلها وكلنا بقى بنتلم مع بعضينا، والحاجات بتتلم في عربيه كده وتروح شقه العريس من بيت ابو العروسه لحد بيت العريس بالزغاريط بقى والطبل البلدي، وبيبقى يوم جميل قوي. عشان كده ايه زي ما قلت لك فرشنا ما كملناش يوم كمان. تعالي بقى نشوف عملنا ايه ونفتح الصناديق. طبعا انا ما صورتلكوش بقى اللحظه من اولها، انا كده من اول باب الشقه بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده المدخل بتاع الشقه، صاله صغنطوطه. طلعنا فيها كنبه الانتريه ديت، لقيناها هتبقى زحمه مع الانتريه وكمان هتدي منظر حلو قوي في الصاله على فكره. دي كده الستاره بتاعتها، عملنا ستاير على كل الحيطان عشان خاطر الاوض كلها مكشوفه، يعني اللي يقعد في الصاله يشوف الشقه كلها. تمام كده. تعالي بقى نخش كده ايه هنا كده، هنا اوضه النوم واوضه الانتريه. تعالي نخش اوضه النوم الاول نشوف هنعمل ايه. نخش كده ونشوف فرشناها ازاي وعملنا فيها ايه. ده كده ايه السرير الناحيه دي كده، وهنا كده التسريحه. طبعا انا حاطه حاجات في الادراج ما شاء الله، حاجات كتيره، بس طلعنا اللي هي تستخدمه بس على التسريحه عشان خاطر يبقى عينيها تعرف هي عايزه ايه. وهنا كده حطينا ايه دي هدوم العريس. طبعا العريس لازم ضرفه كامله، يعني ده لازم، ده العريس يا جماعه، العريس ضرفه كده. رصنا له حاجته، في كمان بقيت حاجات لسه بقى ايه ما كانش جابها. ده كده كان قبل الفرح بيومين يا بنات، كان قبل الفرح بيومين بالظبط. عشان كده في حاجات ايه صغنطوطه كده لسه ما كملتش. هنا كده ايه يا ستي كنا في مفارش كمان تسريحه ما كانتش لسه جبناها، بس الحمد لله يعني كنا فنشناها اصلا. هنا كده ايه السرير حطينا عليه كده المفرش ده تحفه اصلا. تحتيه كمان الملايه تحفه، بس طبعا المفرش مخليها ايه متداريه. وهنا كده الدولاب ضرفه دي كده البطاطين والمفرش القطيفه، وتحتيها الحاجات اللانجري. وهنا كده الفوط دي كده ضرفه الفوط دي واللي تحتيها ما شاء الله كانت جميله وحاجتها زي الفل. وتحت خالص الشتوي، والناحيه التانيه ملايات السرير الكبير، ملايات الاطفال الناحيه التانيه في الدولاب التاني. وهنا كده الستاره نفس الكابوتونيه، الستاره دي حلوه قوي اللي هو القطيفه السوفت ده يا جماعه تحفه. وهنا كده اللي هو دوت مش عارفه اسمه ايه، حطينا فيه بقى كل الشنط بتاعتها وكل الجزم. وطبعا في بواقي بقى دي حاجات الخروج، لكن في بقى حاجات البيت في بقيه ادراج التسريحه. ودراج الكومودينو ده في حاجات بقى ايه داخليه وكده. وحطينا هنا كده بقى بقيه الكريمات وبقيه الحاجات اللي هي تستخدمها، لكن حاجات الحمام في الحمام. هنا كده دي تسريحه، حاولنا نخلي المنظر على قد ما نقدر يعني مريح للعين. دي يا بنات مش سجاده، دي حافظه حطيناها هنا عشان لقيناها لايقه جدا على الكنبه دي، لكن السجاده بتاعتها لقيناها مش لايقه فركناها، قلنا مش مشكله هي بعد كده تبقى تحطها براحتها. هنا كده اوضه الاطفال. طبعا ما رضيناش نفرش بقى الحفه ولا دفايات تقيله ولا الكلام ده، الجو حر فحطيناها كده. هنا كده دي الفرن بتاعت الفرن بتاعتها ملهاش مكان في المطبخ، ولسه كمان ما عملناش الرف، فعشان كده حطيناها فوق الدولاب. قلنا بقى يبقوا ركبوا رف براحتهم. كانت اوضه هاديه كده وحلوه وكانت صغنطوطه يعني محندقه، بس الحمد لله شايله لها كل حاجه. طبعا في هنا في الكومودينو ده حاجات، طبعا الحاجات بقى اللي هي بتبقى الزيادات دي بنحطها في الكومودينو، شباشب زياده، حاجه زياده كده. مش هنطلع طبعا كله يعني هتبقى مكركبين الشقه على الفاضي يعني، لا بنطلع الحاجات اللي هي محتاجاها واللي مش محتاجاها في الادراج. هنا كده بقى ده كده الستاره كانت عجباني قوي، الستار القطيفه دي تحفه.
وهنا كده السجاد ده حلو قوي، اللي هو الخفيف، حتى لما تغسليه ما تتعبيش. حطينا لها هنا مروحه عشان في اوضه النوم في مروحه سقف. وهنا كده حطينا الكنبه الكبيره والكرسيين مع النيش. الكنبه الصغيره زي ما قلت لكم طلعناها بره في الصاله عشان خاطر لقيناها كده شكلها هيبقى احلى. في الاوضه هنا كانت مضايقه الدنيا خالص، والصاله كمان كانت فاضيه. طب وليه؟ لا، عملنا كده الصراحه كان شكلها حلو. هنا النيش كده كان الصيني بتاعها كان حلو قوي ولونه جميل. الكاميرا طبعا ظلماه. حطينا كده هنا الصيني وهنا الاكروبال، وفوق الكاروره كانت جايبه كارورتين، واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، وحواليها بقى الكاسات اللي هي مش محتاجاه. احنا حاطين الكاسات دي يعني هي مش هتيجي جنب النيش خالص، لان احنا حاطين لها كاسات جوه وكوبايات لو جالها ضيف ولا حاجه هتطلع من المطبخ. النيش ده هي كده مش هتيجي جنبه خلاص. وهنا دي الترابيزه، وحطينا بقى الفطاريه وعلبه المناديل وطفايه. طبعا الفطاريه فاضيه لسه، بقى في حاجات ايه، بونبوني والكحك والكلام ده كله لسه هيجي ان شاء الله. بس عشان كده احنا ايه قلنا نفرش الشقه، والحاجات البسيطه دي بس نجيبها على طول. هنا كده بقى زي ما قلت لكم حطينا ستائر من الجناب الناحيه دي عشان خاطر المدخل الشقه كلها باينه في الصاله. وهنا كده بقى تعالوا نخش بقى اوريكم المدخل بتاع الصاله نفسها. هنا كده باب الشقه، وهنا كده الثلاجه والغساله، وهنا كده العداد ده احنا عاملين له ستاره صغنطوطه كده، العدادات القديمه بتاعت زمان وشكله وحش قوي في الصاله، فاخترعنا له ستاره كده شكلها حلو وشيك كمان. هتقولوا لي حاطين ليه الثلاجه والغساله؟ هقول لكم هم مكانهم كده وشكلهم مش وحش يعني حلو، احنا ظبطنا الدنيا على قد ما نقدر الصراحه، وشكلهم مش وحش والله يا بنات. هنعمل ايه؟ طب على قد امكانياتك مشي نفسك. هنغير الشقه عشان خاطر الغساله والثلاجه في الصاله؟ لا عادي، ايه المشكله يعني؟ حلو والله مش وحش. هنا كده المطبخ الحمام حطينا بقى كده ايه حاجات الربس كلها وكل حاجات البلاستيكات، وفي زياده كمان حطيناها فوق الدولاب جوه. طبعا بعد الفرح ان شاء الله مامتها هتيجي بقى ايه تنظم كل الكلام ده كله، والزياده طبعا هتشيله. هنا كده بقى المطبخ حطينا كده يا ما شاء الله كانت جايبه 4 اطقم حلل حطينا فوق عشان المطبخ مش مقضي. ما شاء الله كانت حاجتها جميله، وربنا يا رب يهنيها ويهني البنات كلها يا رب. وهنا كده المطبخ من تحت حطينا فيه بقيه الصواني بتاع البيتزا والطاسات، وانتوا عارفين التفاصيل بقى، والبلاستيكات من تحت والمصافي والصواني. يعني عايزه اقول لكم بجد المطبخ تفاصيله كتيره جدا، انا كمان ممكن ما اعرفش يعني الكاميرا مش هتجيبه معايا للاخر. وهنا كده الخزين بتاعها ما شاء الله حطينا لها كل حاجتها، وحاجتها كانت زي الفل. والتلاجة كمان مسكت التلاجة غسلتها مسحتها كده بحته قماشه نظيفه بخل، ورصت لها بقى اللحمه. مامتها كانت عامله بقى بانيه متبلاه، كفته متبلاها، الحاجات اللي هي ايه العروسه تطلع تعمل على طول. الحاجات الصغيره يعني مش عايزينها بقى تتعب، وهي كده كده اول اسبوع ان شاء الله الاكل هيجي لها من بره، مش هتقف في المطبخ ولا اي حاجه، لكن حاجتها متبله وفي التلاجة عندها، اذا كانت حاجه خزين حاجه مطبخ، واذا كانت حاجه تلاجة. ربنا يا رب يهني البنات كلها ويجعل ايامنا كلها افراح يا رب. كده خلاص بقى زي ما قلت لكم ايه الحاجات الزياده دي كلها بعد الفرح بشويه كده مامتها بقى تيجي بقى تجيب مثلا صندوق او اي حاجه، طبعا هتخف كل الكلام ده كله. كل الحاجات دي هتتخف، مش معقوله هتسيب حاجات فوق المطبخ وحاجات في دراج، طبعا كل ده مش هينفع. يا رب يا بنات يكون يومي عجبكم.